حازم صلاح أبو اسماعيل آخر الأسماء المنضمة إلى ماراثون انتخابات الرئاسة في مصر. داعية إسلامي معروف، أحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين بمصر. كان عضوا بمجلس نقابة المحامين عن جماعة الإخوان المسلمين. ترشح عن الجماعة في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بدائرة الدقي ضد الدكتورة آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب آنذاك، وسقط في الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير. قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية جاء مخالفا لقرار جماعة الإخوان المسلمين بشأن عدم ترشح أحد بجماعة الإخوان المسلمين، ورد على ذلك بأنه لم يكن يوما عضوا في مكتب الإرشاد أو في مجلس شورى الجماعة أو متحدثا باسم الإخوان أو حتى عضوا في أي هيئة تنظيمية تابعة للجماعة مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبالتالي فهو لم يكن معنيا بهذا القرار. أكد أنه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية سيتخذ قرارا فوريا بوقف عمل مصانع الخمور وسحب تراخيص الملاهي الليلية، مشددا على أن هذه الأمور لابد أن يفعلها أي إسلامي يتولى الحكم في مصر. وأضاف أنه لن يتبع نظام تطبيق الشريعة الإسلامية بالتدرج، فهناك أمورا سوف يكون في حال اضطرار أمامها. وشن أبو اسماعيل هجوما عنيفا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واتهمه بإشاعة التحلل في المجتمع المصري خلال فترة حكمه، كما اعتبر أن التيار الإسلامي أضاع الفرصة التي أتيحت له في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وطالب شباب الحركة الإسلامية بأخذ زمام المبادرة وأن يدركوا ما أسماه باللحظة الفارقة حتى تكون البلد ملكا لأهلها وليست ملكا للأحزاب المصطنعة والصحف المصنعة في الخارج بحسب وصفه. انضمام الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل إلى سباق الانتخابات الرئاسية سيشعل المنافسة بين أنصار الدولة المدنية والدينية، ليبقى الجميع في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة تلك الانتخابات، والتي سيحدد الفائز فيها شكل وهوية مصر خلال السنوات الأربع القادمة. وليد رشاد، القاهرة اليوم. شكرا وليد. مرشح آخر للرئاسة، هذه المرة مرشح آخر كان محسوب على الإخوان المسلمين. أصبح عندنا شخصيتين محسوبين على الإخوان المسلمين أعلنوا أن هم نازلين الانتخابات الرئاسية رغم ما قاله الإخوان من أن هم لن يكونوا ممثلين في انتخابات الرئاسة ولا يسعوا إليها. ونفس التصريحات تقريبا أنا يعني بمعنى ما نهمناش هذا الرأي، احنا شايفين ان احنا نقدر نقدم وان احنا نقدر ننزل. القاهرة اليوم يناقش مرشح آخر للرئاسة، الدكتور حازم أبو اسماعيل أو الدكتور والداعية حازم أبو اسماعيل مرشح رئاسة الجمهورية. مساء الخير يا دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا يا مولانا. أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله. عشان الدولة الدينية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيكون عندنا الأول مرة رئيس بلحية. ده تبقى روعة. روعة. والله تبقى جميلة جدا. فكرت أنت في الموضوع ده؟ لأنه يعني الذين يفرضون على الشعب الفرض الأجنبي لا يرون قسما من الشعب. دول ناس موجودين في بلادنا وفلاحين وبسطاء من زمان، لكن قسم لا يريد التصنيع الأجنبي أن يراه. التصنيع الأجنبي؟ طبعا. قصدك إيه بالتصنيع الأجنبي؟ يعني إحنا دلوقتي لازم نعتبر ونرى الحقيقة. إحنا شعب، هذا الشعب عبر عشرات السنين في قوة تعليم، في قوة إعلام، في قوة ثقافة، في قوة موجهة للمجتمع. قوة التوجيه الاجتماعي في البلد بيجري إدارتها عن طريق ناس سبق أنهم تعرضوا لازم لثقافات معدة في الخارج. هو دي نظم اللي شغالة في بلدنا، وبالتالي نشأ من عندها أو بسببها فصيل مهم جدا. فصيل هو إما بحسن نية أو بسوء نية يتبع ثقافيا الجهة التي صنعت ثقافته. اللي هو إنه اللي أبو دقن ده ما ينفعش يحكم البلد، فالجهة دي هي اللي بتدير. وبالتالي أصبح الخطة الإعلامية إن في ناس دول ممكن يشغلوا الهوامش زي ما هم انتوا عايزين، إنما دول مش الشعب، دول مش الحكام، بينما هذا هو شعب مصر، هو ده الناس.
اللي هم ولذلك المتدينين. اللي هو المتدينين طبعا بلا شك. وحتى في الأحزاب العادية جدا، حتى الوفد، حتى الأحرار، حتى تجد فيها الشخص المتدين. لا مش قصدي المتدين، يعني الذي يريدها إسلامية. فتجد انه هذا دول الناس. عشان كده بتجد في النهاية انه الناس في مواجهة كتيبة الظاهرة التلفزيونية. الظاهرة التلفزيونية ظاهرة بتنتقي، ظاهرة مش بتبقى قدام الناس، مش هيبقى فيه. يعني لما انت قلت على مدى عشرات السنين الناس اتعلمت بره او نقلت او كانت، ما بتنظرش الى ده على انه نقل للعلم، ولكن انظر الى انه مهم، لكن انظر انه وضع فيه ايضا هذا المعنى. هو النهارده يا اخي الكريم، يعني طه حسين الراجل اللي درس البنوك التعليميه، الراجل اللي قائم على امر البنوك او قائم على الاقتصاد في مصر، ده راجل ذهنه يتبع المنهج الاقتصادي العالمي اللي هو الربوي. لم يتعلم المنهج الاقتصادي الإسلامي في يوم من الأيام أو ما اهتمش به، وهذا هو الذي يدير. فأنت أصبحت أمام منهج اقتصادي إسلامي ومنهج اقتصادي عالمي. اللي موجود هو المنهج الاقتصادي العالمي ولا يعرف الكثير عن المنهج الاقتصادي الإسلامي. فبالتالي أنت أصبحت أمام مدرسة مغتربة عن الشعب المصري بنسبة كبيرة. لازم يحصل، وده عار ثقافي، انه ما فيش جسر تحاور، انه ما يحصلش انه الاقتصادي الاسلامي والاقتصادي العالمي يتكلموا مع بعض، انه التربوي اللي بيضع مناهج التعليم لانه درسها في الخارج والتربوي الاسلامي يتكلموا مع بعض. هذا العار ادى الى شق الشعب المصري الى شقين. لما تيجي اول انتخابات رئاسية بهذه الصورة، دي فرصة للتعرف على من هي حقيقة الشعب المصري حقيقة. مين هو؟ حتى لا تظل الظاهرة التلفزيونية هي اللي بتدعي عليه. احنا فهمنا ده في الاستفتاء كمان، يعني الرسالة كانت واضحة في الاستفتاء حصل فيه أشياء كثيرة غير حقيقية، يعني طرحت فيه أفكار غير حقيقية كثيرة. إنما إحنا يجب أن نجعل الصورة دلوقتي صورة حقيقية. يعني الاستفتاء على سبيل المثال إحنا قضينا 9 أيام أو 10 أيام في الأول عبارة عن إنه الاتجاهات الليبرالية بتقول للناس قولوا لأ، لأنه لو ما قلتوش لأ الإسلاميين جايين. فبعد 9 أيام، وده إحصاء بالصحف، بعد 9 أيام حصل رد الفعل، ان الاخرين قالوا الله طب ما احنا كمان محتاجين ان احنا نقول نعم علشان العكس. هذا استقطاب غير طبيعي، غير صحيح، مش غير طبيعي، غير صحيح. لان هي كانت الفكرة بتدور حوالين هل نلحق اللحظة الفارقة وتستقر البلد، ولا نفضل تحت الحكم المؤقت العسكري اللي ولا حد بيعرف يقدم له استجواب ولا يقدم له طلب إحاطة ولا يسأله، ولا وزير لو سرق 1,000,000 جنيه فيه وسيلة سياسية لمساءلته، ويمتد الحكم العسكري لفترة وينكرر مأساة 52. انت كان رأيك ايه؟ هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. ان انا الان ارى انه الناس اللي عايزين يعملوا، لا وقتها حضرتك، وقتها والان لم يتغير. انت كان رأيك ايه؟ انت كان رأيك ان احنا كنا نعمل على طول يعني كنت مع نعم ولا مع لا؟ لا، انا اساسا ضد الاستفتاء اصلا. الاستفتاء انا رجل قانون. الاستفتاء من الناحية القانونية يعتبر يعني أنا مش عايز أقول كلمات ضخمة، لكن دي فضيحة دستورية. لأن إذا قامت ثورة وقامت سلطة على أساس هذه الثورة، يعلموا طالب الحقوق في سنة أولى إن ما فيش حاجة اسمها أن الثورة تطرح استفتاء في إعلان دستوري. ولذلك المجلس العسكري بعد ما نزل الاستفتاء وشغل الناس والناس لعبت اللعبة وخلصت اللعبة، طلع إعلان دستوري وغض الطرف عن نتيجة الاستفتاء كلية. ليه؟ لأن إحنا مش عارفين. وهذا الكلام أنا قلته ساعتها، قلته لقيادة الإخوان، قلته لقيادة ائتلاف شباب الثورة، قلته لقيادة أمناء الثورة، قلته للهيئات اللي كانت موجودة، إنه مسألة طرح استفتاء في حد ذاته من الناحية القانونية غير صحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية إن الناس اللي عايزين يمشوا الموضوع جميل وبالترتيب دول الناس المحترمين المثقفين اللي عايزين يمشوا الأمور مظبوطة وبالتفصيل. الدستور الأول وبعدين واقعيا احنا عندنا وقت، احنا عندنا لحظة، احنا في شهر ونص وفي شهرين خايفين على نتائج الثورة، خايفين على مكتسباتها. الموضوع بيضيع. اللي انت خايف منه؟ انا خايف منه. بيضيع من مين؟ بيضيع من شعب مصر الذي قام بالثورة. هو النهاردة أنا لما أجي أقول لي النبرة تبقى نبرة المصالحة مع الشرطة،
بينما لا يزال في الشرطة القتلة الذين قتلوا أو أطلقوا النار، بلاش قتلوا لأنه قتل وجرح وعمل، حوالي 8000 شخص. القتلة دول فين هم؟ دول لا يزالوا مختفين. كيف تدعوني إلى حسم القضية قبل ما أستخرج أولا الحق والعدل؟ ما ينفعش. إزاي تخلي القائم على جهات زي جهات إعلامية قد تتكلم عن ناس كتير بحيث أن في الآخر تفتت؟ إزاي يظل هذا الكلام؟ إزاي الفترة الانتقالية اللي قيل في البداية أنها 6 شهور بقت 9، بقت سنة، النهاردة بتتكلم عن انتخابات رئاسة بعد 1.5 سنة. طب ما انت ايه رأيك في آراء الأحزاب الأخرى والقوى السياسية الأخرى؟ ما هو يعني ده رأيك، نحترم ان لك رأي. نعم. انما في قوى سياسية كثيرة جدا بتقول لا، جميل، الواقع مش كده ومش لازم يكون كده. نعمل الدستور الأول وبعدين نعمل البرلمانية وبعدين نعمل الرئاسية. انت ضد ده؟ انت عايز الانتقال فورا؟ لا، ده شيء رائع جدا، ده شيء رائع، بس هو انا هفضل انا اقول رأيي وحضرتك تقول رأي، ولا في الاخر وضع قانوني بيحكم؟ هو يجوز قانونا بعد ما يصدر الحكم النهائي ان انا ارتد عنه؟ انا الان فضلت مختلف انا وانت، ثم صدر في النهاية حكم اللي هو الاستفتاء، هو نتيجة الاستفتاء قانونا. انت لسه من شوية بتقول لي ان ده عبث الاستفتاء. انا لم اقل انه عبث، انا قلت ان هو تعرض لمؤثرات، لكن في النهاية انتهت الى الاستفتاء. انت قلت ده شيء غير صحيح وما كانش ينفع يتعمل. لا، انا قلت لحضرتك انه تعرض لبعض مزايدات في الحالة، يعني انت ماشي مع نفس وده شيء لا يخلو منه لا استفتاء ولا انتخابات. نفس فكر الاخوان ان هم عايزين بسرعة قلل الفترة بتاعة وجود المجلس العسكري، روح اعمل برلمان دولة مدنية احكمه ونخلص بسرعة. وإلا سيظل الأستاذ محمد شردي والأستاذ عمرو أديب بعد 20 سنة هم السبب في انه الحكم العسكري غطسنا 60 سنة تانيين زي 60 سنة. ده احنا الاثنين يعني. طيب انا بقول لك سكت على كده يعني. يعني عايز اقول انه لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته امام 60 سنة جايين، زي ما 60 سنة اللي فاتوا راحوا نتيجة نفس المناقشات من 52 ل 54. بس الناس اللي موجودة دلوقتي بتقول ان احنا مش جاهزين. يعني انت عايز تدخلني انتخابات رائع. ولسه الشباب بتوع الثوره دول ما طلعوش من ميدان التحرير. عايزهم يبقوا موجودين عندهم مقر في اسيوط ولا في منفلوط زيهم زي الاخوان ولا زي السلفيين. لو الانتخابات دي اتعملت بسرعه دلوقتي قبل ما يتعمل الدستور وقبل ما ناخد وقتنا، الاخوان والتيار الديني هم اللي هيكسبوا انتخابات، ويبقى في فصيل واحد في الدوله ديت هو اللي بيعمل الدستور، ونقعد احنا كلنا نتفرج عليه. كلام رائع وممتاز وانا موافق عليه، واليك الاجابه. هل لما يبقى هو دي وجهة النظر يقوم المجلس العسكري وترضى الحالة السياسية في مصر عن انه انا لغاية دلوقتي بقالي 4 شهور لسه ما اعطتش حريات، لدرجة انه حزب الكرامة لسه مجمد، وحزب العمل او لسه لم يعطى التصريح، وحزب العمل لا يزال مجمد، قانون الجمعيات هو نفس قانون حسني مبارك لم يتم اطلاق تكوين الجمعيات، قانون الصحافة نفس نظام حسني مبارك. انا لو صادق ادي فرصة للحياة السياسية من 4 شهور فاتوا انها تنطلق، ان انا اعمل احزاب من غير ما يبقى الحزب عايز 1,000,000 جنيه ولا 1,000,000 الا ربع. هم قرروا هيدفعوا للاحزاب اللي مش قادره واطلقوا حريه الاحزاب، والنهارده الاخوان تم اعلان الحزب بتاعهم لانهم تكلفوا المبلغ ده. انما انا لا اتكلم عن ان تتصدق السلطة عليا بتقول لي هدفع بالنيابة عنك. أنا بتكلم عن لائحة طلاب ولائحة عمال وجمعيات وصحافة وأحزاب مجمدة. لو أنا صادق إن أنا عايز المجتمع يجهز أديلهم من 4 شهور فاتوا القدرة على أن ينطلقوا. إنما أنا أفضل مكتف حزب الكرامة الناصري اللي أنا المفروض أكون ضده، وحزب العمل وحزب أفضل مكتفهم، واجي بعد 4 شهور اتاجر بان انا مكتفهم واقول لك حد متكتف الناس كلها في الشارع واللي عايز يعمل حاجه. بس والكرامه بالتحديد حمادين صباحي رشح نفسه رئاسه الجمهوريه وموجود في كل حته والناس بتمارس اللي هي عايزاه. انا ما بتكلمش بالبلدي، انا بتكلم القواعد المنظمه للحياه السياسيه في مصر. انا عايز اعمل جمعيه، عايز اعمل حزب، هل استطيع ولا امشي بطريقه غير قانونيه وعندي تشريع عسكري احنا عندنا اعلاميه اللي هي ريم ماجد أحيلت للنيابة العسكرية، عندنا قاضي قضاء أحيلوا للنيابة العسكرية، عندنا طلبة أحيلوا للنيابة العسكرية. هل معقول تظل النظم القائمة تسمح بإحالة
ولو إحالة يشربوا فنجان قهوة يقولوا لهم لا خلاص ويروحوا، على بس يبقى واضح الكلام ده. هل هي دي النظم اللي تشغل 4 سنين وبعدين استغل ال4 شهور اللي فاتوا اللي أنا مجمدهم بإيدي في إن البلد مش جاهزة؟ ما ردتش على السؤال برضو. احنا لو دخلنا انتخابات النهارده التيار الديني هو اللي هيكسب. طب ما انا قلت لك جهز نفسك. طب ايوه، طب ما انا ولا هيجهزوا نفسهم لو سبتهم سنتين. هم زي ما ال4 شهور اللي فات ما جهزوش نفسهم فبيدعوا ان التيار الديني جاهز وهم مش جاهزين. لو سبتهم سنتين هيفضلوا موقفين. هل انت تحب ان انت تلقى البلد دي بيحكمها تيار واحد؟ يعني اغلب مجلس الشعب والشورى اللي جايين يبقى مسيطر عليهم التيار الديني وهم اللي يعملوا الدستور وهم اللي يقرروا البلد في ايه، والاغلبيه الصامته الباقيه دي كلها تقف تتفرج؟ يعني ايه تيار ديني؟ مش الاخوان المسلمين والسلفيين. لا انا بسالك، في حاجه اسمها شعب مصر ولا تغيته؟ لا هو ما ده اللي انا بكلمك عليه. موجود يعني. هو دول مش شعب مصر. لا اللي هيروح الصندوق ينتخب ده شعب مصر ولا حضرتك لغيته واعتبرت الاخوان المسلمين نائب فاعل؟ لا مش نائب فاعل، هم في حاجه اسمها شعب مصر. هم جاهزين. لازم شعب مصر ده يتعرف على كل الاتجاهات اللي موجوده. يتعرف. لازم حزب زي بتاع عمرو حمزاوي وحزب زي بتاع نجيب ساويرس والاحزاب دي كلها، الناس دي تقدر تنزل في الشارع ويبقى عندها قواعد ويبقى عندها واخره. القبليه والدينيه هم دول يكسبوا انتخابات. نفس الكلمه كانت بتقال لنا ايه؟ وانتوا ايه اللي هيشكوا؟ طب ما تشتغلوا. وانتوا ايه اللي هيشكوا؟ طب ما تعملوا. ده صحيح. حزب الوفد لم يكن يعمل. انت شايف وانا عندي المقر اللي جنب بيتي، هل كنت لا ارى فيه ندوه واحده؟ دي حقيقه، خلينا واقعيين. انت شايف ان السياسه ندوات؟ طبعا السياسه عشان تشكل شباب مولانا. تاتي بالشباب لتتكلم. دي مدرسه سياسيه مولانا. على فكره، والمساله القضيه ليست في ده صحيح، القضيه في طيب ما انتوا الاخوان ايضا ما عرفتوش تعملوا كتير في ظل الحكم اللي فات، بس ده مش الجدل اللي احنا داخلين عليه. الجدل اللي احنا داخلين عليه او اللي احنا بنحاول نقوله، انت بتقول طب ليه ما عملوش من 4 اشهر؟ هات لي مثال واحد بعد اي ثوره في العالم استطاع اي حد مسك انه يدوس على زرار يحل كل المشاكل ويطبق كل القوانين. استاذ محمد احنا محتاجين يبدو ان احنا نحكم هو احنا بنقارن بين ايه وايه، لانه واضح ان الكلام الكتير هيدخلنا في مليون بند، انما احنا بنقارن بين هل هنلحق والشعب له تواجد يفرض إرادة شعبية انه يبقى في دولة مدنية فيها انتخابات والناس تمثلها ممثليها، ولا هنفلت الوقت ده وهيفضل هو دي الفزاعة. انا ما كملتش. اي ما هي يا فندم، انا ما كملتش. الحكم العسكري ولا هيفضل حكم العسكري ما دي الفزاعة لحد ما نقعد نفصل على مهلنا، وبعدين لما نيجي نعمل فيه يا شيخ حازم، ما انت رجعت عملت فيا نفس اللي كانوا بيعملوا فيا حسني مبارك، انك حطيتني بين اتنين، يا التيار الديني يحكم يا العسكريين يكملوا واختار. اذا اعود واقول لك سيحكم التاريخ بيني وبينك. هل انا الذي كنت أنحاز للشعب المصري أن أملكه بسرعة أمره وهو اللي يؤدي، هو اللي يمشي فترة انتقالية يصحح فيها الأحوال، ولا ما يقوله الآخرون أنه دعوا البلد تحت؟ طب وليه ما فيش طريق ثالث؟ استنوا شوية، مستعجلين على ايه؟ استنوا شوية، ده الطريق الثاني. لا الثالث بقى، لا الثالث نعمل الدستور بتاعنا. انا ايه اللي يخليني يا فندم القانون؟ انت حضرتك مخالف للقانون كده تتكلم؟ انا عارف ان انا مخالف للقانون. طيب انا متاكد، انا فاهم الحكايه دي وفاهم يعني انه في استفتاء وانه في ماده 189 قالت ان هو المجلس